ركعتين قيام الليل بس بدك تركع وتسجد تسرع بدك خلص بدي فوت نام وخلص. لا ما تصليهم بسرعة المغرب العشاء. ووقتها والله يا أحباب من 10 سنوات كنت بعرف إنه في عنا فروض 5: الصبح الظهر العصر المغرب العشاء. ووقتها يعني كنت مرافق شخص كان يعتبر يعني ملتزم دينيا ثابت على صلوات وسميه اللي بدك تسميه. فوقتها هيك كنت عاني من هموم بسيطة بوقتها، يعني 10 سنين شو همك غير انك تنجح بمدرستك او تنجح بالثانوي. فوقتها عم احكي له هالشخص قام اجى لي اجمل شيء بعمله خلال يومي هن الركعتين اللي بصليهم قبل نومي، بحط راسي وبنام بعد ما اصلي هالركعتين. وانا اللي بعرفه انه في شيء اسمه صلاة سنة ما قبل الظهر ما قبل الفجر، سنة المغرب البعدية، وانه خلص اذا ما صليت هالسنن ما أنا مشكلة كبيرة، لا يؤثم تاركها ويؤجر من يصليها. لكن لما قال العبارة بدأت صلي هالركعتين قبل نومي انه يا رب صرت هيك ادعي عادي. لكن يوم مع يوم انتقلت هالصلاة من ركعتين كنت صليهم احط راسي ونام الى سقيا لقلبي وهربا من هذه الدنيا الى الله تعالى وفضفضتي مع الله تعالى. فبعدين تعرفت على ما يدعى بصلاة قيام الليل، وهي صلاة فضفضة الحبيب لمحبوبه، أو فينك تعتبرها مثل لما تسقي نبتة تسقيها بالمي بعد جفاف. صلاة قيام الليل هيك بتعمل لك خلال يومك الجاف المليء بالهموم والأوجاع تسقيك من جديد أو تسقي روحك من جديد. فبعدين تعرفت على صلاة قيام الليل وبلشت يوم مع يوم اثبت عليها. لما تكتر الهموم صلي ركعتين قيام الليل أو صلي 4 ركعات اقعد مع رب العالمين فضفض له عن همومي. لما كنت مثلا لما دخلت بمرحلة الثانوي صرت أدعي يا رب اللهم افتح علي فتوح العارفين وفهم النبيين وإلهام ملائكتك المقربين وتوفيق عبادك الصالحين. لما دخلت على الجامعة والهموم بلشت تكبر اللهم يا رب نجحني في جامعتي، يسر لي كل خير واصرف عني كل سوء، اللهم افتح علي سبل الرزق من أوسعها يا رب العالمين. الركعتين ما كنت عارف إنه حرفيا كانوا عم يغيروا لحياتي، وهن الركعتين أو هي الصلاة اللي إذا ثبت عليها تتغير بوصلتك تماما. بيكون أمرك من راسك خلال اليوم قبل ما تصلي الصلاة، بتلاقي بعد ما تصلي الصلاة وبعد ما تدعي رب العالمين تجد أن الله يوجهك مع أنك ما كنت عارف الصواب من الغلط. كثير مرات الإنسان بيوقع بحيرة خلال يومه بده يختار بين أمرين ما بيعرف الصواب بيناته، لكن بتلاقي حالك عم تقول لا بقلبك في نوع من أنواع التردد والخوف. الخوف ما بس الهلع من هذا المشكلة، لا إنه في شيء غلط بهالموضوع أنا ماني عارفانه، وكأنه في شيء خفي عن وجهك وهو الله الذي يوجهك. فهالركعتين لما كنت صليهم أو الصلاة لما كنت صليها خلال يومي، ولما بعدين صرت مثلا نام وأنا تارك الصلاة ما صليها مثلا، حس إنه في شيء ناقص خلال يومي. وكذلك سيحدث في حياتك. صلاة قيام الليل إن التزمت عليها أولا دعاؤك سيستجاب، ثانيا الخربطات الموجودة بحياتك والأشياء والهموم اللي عم تعيشها تتلاشى تدريجيا، ثالثا تجد أن هذه الصلاة مهربك من هموم الحياة جميعا، وكأنك تجلس مع حبيبك بدون كلمة وكأنك تجلس مع حبيبك وهو الله تعالى وتدعوه بما تشاء وبما تريد وتجد استجابة الله تعالى حقا. ولكن لتعرف كيف تصلي قيام الليل أولا لازم تعرف وقتها. وقت صلاة قيام الليل بعد صلاة العشاء مباشرة إلى صلاة الفجر. طيب شو الفرق بينه وبين تهجد؟ تهجد إنك أنت بتصلي العشاء بعدين بتنام نومتك العادية وفجأة بتلاقي حالك فقت قبل ما يدخل موعد الفجر. مثلا الفجر بيأذن الساعة 4 أنت فقت الساعة 3. هون ما عاد تنوي نويت قيام الليل، لا نويت صلاة التهجد لأنك نمت وفقت. أما قيام الليل بدون ما تنام قم الليل إلا قليلا. أنت قبل ما تنام تلاقي حالك صليت العشي قعدت قبل ما تنام بتصلي ركعتين تنوي نويت صلاة قيام الليل. طيب كم عدد ركعاتها؟ من الركعتين وتزيد ما تشاء. يعني فينك تصلي 4 ركعات 6 ركعات، من الصالحين اللي كانوا يصلوا 12 ركعة. جمال صلاة السنن انك تقدر تقرأ فيها السور اللي حافظة والسور اللي ما حافظة. بمعنى بتجيب حماة المصحف تجيب القرآن الكريم تفتح على سورة تحبها، ولنقول مثلا سورة ياسين او سورة الرحمن تحطها قدامك وانت عم تصلي قيام الليل، تقرأ 4 آيات تركع بتسجد تطلع على الركعة الثانية تقرأ مثلا 4 أو 5 آيات تركع بتسجد تسلم، وهكذا قد ما بدك تصلي عدد ركعات بتصلي. بعد ما تنتهي من الصلاة تدعو الله بما تشاء، فتبدأ دعاءك بالثناء على الله تعالى. اللهم يا رب
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ثم تبدأ دعاءك وتختمه بالصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم تدعو الله بما تشاء، بالفصحى بالعامين، بما تريد. يعني يا رب عندي موضوع 1 2 3، يا رب سر لي موضوع زواجي، يا رب افتح علي بعملي، أنا سافرت يا رب هربا من وضع بلادي، فافتح علي بعملي اللي عنا، حاول لاقي بغربتي يا رب. اشكيله اللي بدك يا قول له مثل ما بدك. إن الله يحب أن تسأله شسع نعل. الله صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ما بيوم تصلي 12 ركعة تاني يوم تقطع، صلي ركعتين تثبت عليهم، تقرأ ما تحب من القرآن الكريم، سواء مثل ما قلت لك تفتح القرآن الكريم أم من السور اللي حافظة، وتداوم على هذه الركعتين والدعاء اللي بتدعيه كل يوم، تلاقي حياتك تحسنت تدريجيا وتغيرت تدريجيا. فبعد سنوات من ثباتي على صلاة قيام الليل، حياتي حرفيا تغيرت 180 درجة. كان قبل تفكير من راسي وبحس حالي انه انا الصواب، ولانه تفكير من راسي وانا بعرف، كنت اوقع بكل جورة وكل مطب وكل موقف ما طالعني منه غير رب العالمين. بعد ذلك وجدت ان الله يوجهني، فحتى بالمواقف الصعبة اللي كنت مر فيها كنت اشعر انه اولا معية رب العالمين، ثانيا ان رب العالمين بهي المواقف، الموقف الخير يا ربي لك الحمد انه استجبت لي بدعاء قيام الليل. الموقف الشر اللي كان يعرضني الى رب العالمين كنت استشعر ان رب العالمين يعلمني في درس معين، ما اوقع بموقف في نهايتي او في قطع راسي، لا ابدا، هذا الموقف في حكمة معينة بده يعلمك يا رب العالمين بالفعل. قول يا ربي لك الحمد انه عرضني للموقف. لذلك الله تعالى يقول: عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. فلذلك اهم شيء تثبت اولا على صلاة قيام الليل ولو ركعتين مثل ما اخلك وقتا من صلاة العشاء لصلاة الفجر. ثانيا تدعو الله بما تشاء، فتبدأ دعاءك بالصلاة. ثانيا تدعو الله بما تشاء. ثالثا تنام بعد صلاة قيام الليل مباشرة. فالشيء اللي بتنام عليه هو الشيء اللي بينعرض خلال يومك. لما تشوف أفلام ومسلسلات تلاقي حالك إذا شايف فيلم رعب بتكوبس فيه، وبتلاقي تاني يوم عم تتذكر فيلم الرعب اللي كنت شايفه قبل ما تنام. لما تصلي قيام الليل وتنام متوضئ، أولا بتلاقي منامات حلوة عم تنعرض لك، ثانيا خلال اليوم تجد أن الله تعالى يوجهك للصواب ويصرف عنك كل سوء. وثالثا إذا ثبت على صلاة قيام الليل، والأهم إذا ثبت على صلاة قيام الليل، تجد أن الله غير لك حياتك تدريجيا، وستجد أن هاتين الركعتين أصبحوا ملجأك من هموم الدنيا وأوجاعها وبابا لاستجابة كل أدعيتك. فاثبت عليها وأبشر بفتح الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.